اهلا يا استاذ ادم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب، اهلا وسهلا. والشعب المصري كله يا رب في هنا وسرور وسعاده يا رب. يا رب، ربنا يبارك فيك. والله مصر يا جماعه ما تستاهل مننا اللي بيحصل ده. معلش. وعلى ايديك وايدين محمد بيه المصري. مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ ادم. ازي حضرتك يا محمد بيه؟ كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلامه، متشكر جدا. ربنا يخليك. والله طبعا اسلامنا جميل ومصرنا جميله والحياه في مصر جميله، بس الوضع المتردي اللي بيحصل من الشعب المصري. اولاد مصر ما تستاهلش مصر مننا كده يا اولاد. القرآن بيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق والذي علم بالقلم، وبيحسنا على الانتاج وبيحسنا ان احنا نحب بلدنا وننتج والحياه جميله. والله يا جماعه مصر ما تستاهلش مننا كده. انا بحيي محمد بيه المصري وبحيي البرنامج بصراحه، بس انا في مشكله عندي والله هنا يا جماعه. احنا بنتكلم من الصحراء الغربيه، عايزين نقول لكم ان درجه الحراره هنا البروده جامده جدا ومطر وصقيع وثلج، وبرغم كده صابرين وواقفين عشان خاطر نحسن من الانتاج المصري. وطبعا انا اولادي قافلين الموبايل وبيسمعوني دلوقتي عبر التلفزيون. احب بس ابلغهم برساله، يا يلموا الغسيل يا يحطوا مفرش على الغسيل الله يخليكم، لان الغسيل زمانه اتبهدل. معلش يا جماعه انا ببعت الرساله دي للمدام. لا بس لا، كده خطأ يا استاذ ادم. يعني انتقلت انتقال مفاجئ من امر عام الى امر شخصي. عموما استاذ محمد المصري، يعني نتجاوز المسائل. لا ليس عليك يعني فيما قال سبيل، لكن لا، هو كان بيتكلم في شأن عام ففجأة انتقل لشأن خاص، وهذا غير جائز، يعني هذا خطأ كبير.